شهيد الحب درجات يا شهيد الحب طور طلع من قبرك ورقك نادي الشعب يجيك يدور يا شهيد الحب درجات يا شهيد الحب طور طلع من قبرك ورقك نادي الشعب يجيك يدور نادي الشعب يجيك يدور نادي الشعب يجيك يدور عالشعبي في الديرين اديتو نقبوه البوب والحرات هذه حاجة نقولها. الحاجة الثانية قبل ما نبدا المحاضرة وثم ابناء جيلي اللي هناك نشوف يسالم واحد رانا احنا شهود عيان على حكاية 78 كنا في البكالوريا وقتها وهذه باش ندور فيها حويشات على كفصة اللي شفته وقتها. احنا اولا كنا في الحركة التلميذية وقتها وهذا جا وقت باش نقولوه انتظمنا. كانت الحركة التلميذية عرفت طفرة كقوة في الفترة ذيك لحد ان التحمنا بما يحدث في الجامعة في بدايات يعني تكويننا السياسي وتكونت حتى خلايا في اليسار والقوميين غذاك وكان يعني حتى نعملوا اجتماعات وتوصلنا مناشير ونوزعوا مناشير وباش هالمسألة هذه علاش قلتها باش نبين الصراع ما كانش فقط بين الاتحاد كهياكل ولا كشغالين بل هو بين نظام وبين شعب كامل حتى المهمشين حتى المزارعين الفقراء حتى التلامذة حتى الطلبة لأن النظام وقتها وصل لدرجة من الاحتقان واصبحنا نكره النظام حقيقة وقتها نمقت النظام السياسي كما قال خطب الرئيس الصباحية والمسائية إلى غير ذلك. الحد وصل حاجة أخرى مبين بها أنه الحزب هو اللي كان يهاجم في دور الاتحاد لأن احنا كتلامذة ما زلنا في بداية التسيس نتاعنا ربما العمل نتاعنا يحكم عليه المؤرخين ربما عمل فوضوي ربما يكون شوي متهور وصلنا حتى نبرمجوا باش نعاقبوا الشعاب الدستوريه اللي انتشرت في الاحياء انتشار سرطاني وقتها ولينا نفكروا في حرقها لان وقتها في كل حومه يعملوا خليه باش يقودوا على العباد الى اخره. الشهاده الاخيره هو انه يوم 29 جانفي قدام الاتحاد سقط عامل الله يرحمه جمال بوتراع حبيت اتذكر به قلت له يعني عون امن بالمطرق ثم الجيش في قفصه على ما اذكر يظهر لي وقتاش دخل تقريبا على 3 ساعتين 3 وفقنا اللي يضرب بالكرتوش الحي لان في منطقه السواني ثم شاب في معهد مزيان يقرا معنا وقت يضرب بالجندي في الارض
ضربت ورجعت عليها القضيه هذيك. وقتها فهمنا اللي الكرتوش الحي وبدينا ننسحبوا، يعني وكالتك الحظر. وعانينا من بعد اللي ثم اللي تربط عليه يقع معنا علي فرج، هو طبيب تو في مستشفى قصرين، اعطوه سنه سجن وهو تلميذ في البكالوريا هذا. وثم زاد العديد من التلامذه وقتها يحبوا يعملوا الباسبور باش كي ما ينجحش يمشي للعراق، حرمونا من الباسبور. كذلك البوليس نتاع برقابه وقتها، ولو بوليس الزين باش يتفنن اكثر ولا يقعد في القهاوي وعندهم المخبرين الى غير ذلك، لكن وقتها البوليسيه بدوا يتبعوا في التلامذه، يعني يرهبوا فيهم المصلحه. طيب امر الان الى المداخله، وسامحوني على الضغط. الاسباب الكامنه وراء احداث جانفي 26 جانفي 78 ما عرف بالخميس الاسود من منظور السلطه والخميس الاحمر بالنسبه للنقابيين والقوى المواجهه للتيار الليبرالي بالمفهوم الاقتصادي وقتها. كتوطئه اقول من المعلوم ان فتره حكم لحبيب بورقيبه قد عرفت العديد من الازمات التي سبقت احداث 26 جانفي 78، مثل الخلاف حول ما عرف باتفاقات الحكم الذاتي انطلاقا من جوان 55، والمحاوله الانقلابيه ديسمبر 62 وما تلاها من اعدامات في جانفي، واحداث الوردانيين جانفي 69 هذه في اخر فتره التعاضد، منطقه زراعيه في الساحل تمردت على يعني الغاء الطوابي نتاع الواحات نتاع المناطق الزراعيه بتاعهم، وكانت احداث داميه. لحد الان ما دخلش الجيش، هذا ضد سياسه التعاضد، وضرب استقلاليه الاتحاد العام لطلبه تونس في بدايه السبعينات، والزج بقياديين الحركه الطلابيه في السجون. ولكن ما حدث يوم 26 جانفي قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث عمد النظام الى استعمال الجيش لاول مره ضد الشعب، فسقط عدد هام من الجرحى والقتلى. حسب الاحصائيات الرسميه 51 قتيل، حسب الحكومه 200 قتيل، يعني وحسب المعارضه عفوا 200 قتيل، وثم ارقام تقول لك اكثر بكثير. اضافه الى من سقطوا تحت التعذيب مثل المرحوم سعيد قاجي نقابي في نقابه السياحه، والمرحوم حسين الكوكي في نقابه البنوك، ثم لاحقا استشهاد رفيقنا حمادي زلوز ابن الطرح الوطني الديمقراطي تحت التعذيب بسبب مساهمته الفعاله في جهه منزل بورقيبه في ترويج جريده الشعب السريه. جريده الشعب السريه بعد ضرب الاتحاد، يعني مجموعه من الطلبه في التيار الوطني الديمقراطي عملوا المشروع هذا. ونظرا لاهميه هذا الحدث الذي ادى الى قطيعه شبه تامه مع النظام البورقيبي من قبل شرائح عديده من شعبنا، طلبه، عمال، مزارعين فقراء، موظفين، مفقرون. سأحاول رصد أهم الأسباب التي أدت إلى إعلان الإضراب العام وإلى ما حدث يومها بصفة عامة. انتفاضة الشعب وقمع السلطة، يعني مش الإضراب العام بركة، ثم انتفاضة الشعب ثم قمع السلطة. ولكن قبل ذلك سأتلو عليكم وجهة نظر الحكومة يقابلها وجهة نظر الاتحاد من خلال شذرات ذكرها الأمين العام المرحوم لحبيب عاشور في كتابه ما في بوليتيك سانديكال انتوزياسم اي ديسيبسيون. وجهة نظر الحكومة بعد إلقاء القبض على القيادة النقابية ورميها في السجن إلى غير ذلك. كثير هم الذين كتبوا عن حوادث 26 جانفي 78 فجاءت تعاليقهم متفاوتة صحة وإنصافا إلى آخره. إن بعض محترفي السياسة، هذه اللغة كلها ديما لازم وفاها، الذين يتحركون شوقا إلى الحكم صوروا هذا الانفجار بأنه النتيجة الحتمية لأزمة اقتصادية واجتماعية. يعني بالنسبة للنظام ما ثماش أزمة اجتماعية، وهي من مضحكات مبكيات اعترت البلاد. وانبرى ملاحظون آخرون من المندفعين دوما إلى تقديم الشروح لكل حادث يجد، والعاملين في سلوكهم على تشبيه صورة تونس المشرقة، فذهبوا إلى تعليل الانتفاضة بإدارة مزعومة حدثت بالحكومة إلى جعل المنظمة النقابية أداة طيعة بين يديها، وكان هذا ما كانش، كان موجود. وانتجاء تناقضنا حتى مع القيادة النقابية أو يسبقونا أشياء عديدة تناقضت، حتى مع لحبيب عاشور في فترات معينة عندما كان يقول إذا كان أنتم ماركسيست احنا بورقيبيست. لكن لحبيب عاشور يعني في الموقف هذا يحيى بطبيعة الحال. قلنا ان الحصيله الاقتصاديه تفند بالاعتماد على الارقام الزعم القائل بوجود ازمه اقتصاديه. بالنسبه لهذه الورقه وقتها يستعمل الارقام. بالنسبه له هو والمنطقه هذا مثلا موجود، اذا كان ثم ايش يقصدوا بالنجاح الاقتصادي؟
يقصد معناه اذا كان ثمك حاجه نتاع يعني انتاجيه زادت الى غير ذلك دون الى العنصر الاجتماعي، يعني مش مشكله اذا كانت الثروه تزيد في يد مجموعه من السماسره مش مشكله، ويقول ما ثماش ازمه اجتماعيه. وجهه نظر الاتحاد، يقول المدافعون عن الاتحاد المؤامره ضد الاتحاد عن تونسي الشغل وكلام الحبيب عاشور في العام 77، لان عام 77 كان فيه قلاقل عديده عشناها، واثناء جلسات المنظمه العالميه للشغل السيزن اعلنت الصحافه عن تغيير اكيد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهذه السياسه كان يعملوها ديما، يبدلوا القياده وقت ما تعجبهمش. هل سيقع تعويض الحبيب عاشور بالدشراوي، فرحات الدشراوي وزير الشغل سابقا، الذي ادلى بالتصريح في هذا الاتجاه، وهذه ممارسات كما قلت قام بها نظام احمد بن صالح مع احمد تليلي مع عاشور وحتى مع بلاغه. بلاغه رغم احنا ننظروا له كيفاش حطوه يعني واشتروه يعني باش يسد ثغره، ولكن هو وقت سياسه التعاقد عنده الموقف الايجابي مع الشق الاخر، فحاولوا يعني يلعبوا بالمنظمه. عقب مقابلته للرئيس بورقيبه، لقد قرر الحزب الدستوري امام اصرار النقابيين على الحفاظ على استقلاليتهم تدعيم ميليشيات، الميليشيات هذه جيليا نعرفها كانت موجوده لجان الرعايه ويعسوا في الحكومه الى غير ذلك، ووصل به الامر الى حد ترهيب النقابيين. راهو قبل ما يوقع الاضراب ضربوا الاتحاد، بالتالي اجزاء عديده من الشعب التونسي حتى مش النقابيين دايروا الحركه التلمذيه تعاطفوا مع الاتحاد كمنظمه رفعت صوتها وحبوا يضربوها وحرقوا وهدوا الى غير ذلك. حركه واعتداء على دون الاتحاد. لقد وقع اعلامي وانا في عطله في قرقنه بان المدعو الورداني هدد بقتله، هذا احد المشاركين في اغتيال كما قالوا عليه في الشريط صالح بن يوسف من الزوز اللي مشوا في النزل، وصحيح لقد احدث ايقاف المفاوضات وعدم تطبيق الاتفاقيات المنجزه، ولا نعيشوا تراجع الاتفاقيات مع الحكومه دي، ما عادش كان تعطيل تو تراجع صح، هم عاد يقولوا لا. استغرابا عميقا وغضبا في صلب المنظمات المعنيه وكل هيئات الاتحاد. يعني حبيت نعدي زوج مواقف هذه باش نبين اللي راهو تو في المحاضره انا نعمل في التاريخ، انا تو باش نحاول نعطي مش كان موقفي انا الشخصي، باش نعطي برشا مواقف سواء تعلقت بصراع يتحدث فيها السلطه او يعني طبقيا يعني التفاوت المريع اللي وقع وقتها الى غير ذلك. ثم مواقف عديده باش حتى كي تحب الناس تناقش ولا تتساءل عن المساله هذه. ثم ناس ما عاشتش في الفتره هذه. الاسباب التي ادت الى زلزال 26 جانفي 78 بتونس. اول ما ابدا به هو التزايد اللي هو بين الطبقات الاجتماعيه. يقول الاستاذ الهادي التيمومي في كتابه تونس من 56 الى 87 صفحه 122: تحولت الدوله بدايه من 1970 من الدوله الاله، هذه موجوده بالفرنسي يقولوا ليتا بروفيدونس، معناها الكلمه موجوده مش معناها وثنيه، الدوله الاله ليتا بروفيدونس ترجمه للكلمه دي، الى الدوله المهندس ووضع الاستراتيجيات التنمويه. في الفتره دي كان ثم مقاولين كما علي مهني باش يعرفوا الجرون اسور بتاعهم وبالخيريه الى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت ثم في اخرى هامشيه ما عندها حتى علاقه بالتنميه استثرت عن طريق الولاء للحزب الحاكم الى غير ذلك، وهذه المشكله الكبيره. ربما ثم رجال اعمال وقتها كانوا فاعلين الى جانب الاجانب، لكن ثم طبقه اخرى هامشيه مما ادى الى غضب الشعب، غضب الفئات اللي فقرت وكانت لاباس، وغضب الفئات اللي فقيره بطبيعتها، وغضب النازحين من الشمال الغربي ما يملكوا حتى شيء، لا راضي ملك للدوله او بضع كبار الملكيين العقاريين، هذا كل نقمه. يعني وقتها نتذكر الفتره الناس كل نقمه سيرتو لنوفوريش الطرق ملتويه. اذا تم العوده الى المبادره الخاصه وخاصه سن قانون 24 ابريل 72 الذي شجع المستثمرين الاجانب على الاستثمار خاصه في النسيج والبترول والكيمياء الفوسفاتيه والسياحه، وذلك باعطائهم امتيازات شبهيه كبيره، مثلا تحويل ارباح من الخارج، وهذه المشكله احنا ضدها. السماح للبنوك الاجنبيه بتركيز فروع لها في تونس للتعامل مع هؤلاء المستثمرين دون سواهم. هذا اضافه الى الثمن المنخفض لقوه العمل التونسيه وخاصه منها النسائيه، وهذاك علاش هو منطقه الساحل احنا ما نقولوا ثم تفاوت جهوي مش تركز عليه، علاش وقت الشعب كل صار جهه الكل، لان في الساحل ثم النازحين للساحل يعملوا في سوجيتكس، معناها راهو الساحل بيدو فيه ناس تعاني.
وقد أردف ذلك القانون بقانون أوت 74 ثم قانون 76 مما ساعد على بروز فئة من الأغنياء الجدد التونسيين وهم في الغالب تربطهم علاقات عضوية بالشركات الأجنبية، ما يعرف بالكومبرادور أو يعني نوع وسطاء سماسرة. وقد تميزوا أيضا بالاعتماد المفرط على دعم الدولة والتملص من الجبال، وهذا مثال رفضهم على سبيل المثال تطبيق الإجراءات الجبائية التي أقرها قانون المالية العام عام 77. ويتمتع هؤلاء بامتيازات كبيرة دون تقديم ما يقابل ذلك من عمل سوى الولاء للحزب الحاكم دون قيد أو شرط. وجيلنا عاش هذه المسألة ونمقت هؤلاء كثيرا. بل كل ذلك أدى إلى شعور بغبن اجتماعي لدى مفقري المدن والأرياف، إضافة إلى شعور الفئة التي ارتقت بواسطة التعليم إلى الوظيفة العمومية. وقت الفترة ديك سمحت الأولاد يبدأ ولد فقير باش يوصل طبيب ولا يوصل أستاذ ولا يوصل حاجة كما، بأن وضعها المادي لا يتناسب مع كفاءتها كالأساتذة المعلمين المهندسين الممرضون عمل البريد إلى غير ذلك. فضلا عن أن العديد ممن مروا بالجامعة من هذه الفئات يحملون موقفا نقديا ولو بدرجات متفاوتة من النظام القائم. نحن عندما كنا ندخل الجامعة الواحد حتى اللي مشى من غير موقف يولي عنده موقف. وكثير منهم قياديون نقابيون، الشيء اللي قررنا فيه والسادة مثلا تمرنوا على السياسة والجامعة في تيارات اليسار في برسبكتيف بعد العام التونسي الشعلة إلى غير ذلك. كل هؤلاء أجمعوا على أن ما تحقق من نجاحات تنموية خلال النصف الأول من السبعينات جاء بفضل تضحيات جسام قدمها الشغالون التونسيون عامة بقطع النظر عن طابع هذه التجربة. لكن الذين استفادوا منها وجنوا ثمارها قلة من المتسلقين والوصوليين الموالين للحزب الحاكم، ورغم أن هذه السياسة قد أدت إلى تفاوت جهوي فظيع بين الشريط الساحلي ودواخل البلاد، فإنني كما قلت سابقا لن أتحدث عن هذا الجانب نظرا لأن انتفاضة الشعب التونسي وقتها كانت شاملة لكل الجهات، لا بل إن موجة الإضرابات التي سبقت 26 جانفي قد كان من أشهرها إضراب أكتوبر 77 بمصنع نسيج سوجيتكس بقصر هلال مسقط رأس الحزب الحاكم آنذاك. لقد ساعد على تصاعد حركة الاحتجاج أيضا تزايد عدد العمال خاصة بالشريط الساحلي وتونس الكبرى. هذا ما يمنعش ثم حالات أخرى في المناطق الداخلية والشمال الغربي الناس مازالت تعيش في القرى الوسطى، ما نحكوا على الشريط الساحلي. وازدياد نسبة العمال الشبان وتحسن مستواهم التعليمي، بالتالي تزايد طموحاتهم. ولكن لا ننسى أن من بين المحتجين عدد هام من المهمشين الذين لفظتهم الأرياف خاصة من مناطق الشمال الغربي ودواخل البلاد بحكم سيطرة كبار الملاكين على أغلب الأراضي. توا عوامل موضوعية حسب بعض الكتب اللي استعملتها، ثم عوامل موضوعية بدأت تظهر منذ أواسط السبعينات يمكن تلخيصها في بالي، يعني في عوامل موضوعية مش معزولة لخيارات النظام، ولكن ثم حاجات طرأت على الرأسمال العالمي وقتها التجربة تأثر في تونس. مثلا بداية تدهور أثمان المنتوجات التي تصدر من تونس كالفوسفات والنفط، غلق أوروبا حدودها أمام المهاجرين، تشبع وقع لأن أوروبا كانت تستقطب اليد العامة نتيجة الفجوة الواقعة نتيجة الحرب العالمية الثانية، نتيجة أزمة النظام الرأسمالي ثم نتيجة الفجوة ذيك بدأت تنقص، وتوتر العلاقات مع ليبيا نتيجة تراجع تونس عن اتفاقية 12 جوان 74. كذلك يمكن ذكر الانكماش المالي الذي بدأ يطرأ على السوق المالية العالمية وبداية ارتفاع نسب الفائدة على القروض. بداية ارتفاع أثمان المواد التي كانت تستوردها تونس لتلبية حاجات الصناعات التصديرية المحلية. الصناعات الجوهرة هذيك في هي تستدعي باش تستورد حاجات أخرى. ويخدموا بها يصدروها لبرا ويستعملوا اليد العاملة يعني أجور منخفضة. بداية تصاعد أثمان الحبوب المستوردة تونس حتى العام 60 كانت تصدر ومن بعد ما تستورد وزادت الأسعار وقلت. الموضوع الثالث هو موضوع خلاف بورقيبة. بطبيعة الحال احنا نتذكر أن بورقيبة وقتها في السبعينات بدا مرض ومشى لسويسرا ولغرداك وبدا معناها بدأت تبرز معالم شيخوخته، وهذا انعكس حتى في الحركة الطلابية برشا ناس ولات تحكي الشرق وما شرق وكذا
المهم ثم هي المسألة دي، لكن راهي المشكلة في التاريخ في تضخيم الحاجة. معناها الفرق بين مؤرخ ومؤرخ يحسن يحضر التحليل التاريخي مشوا بأن مسار الأحداث كلها موجودة، الأسباب كلها موجودة، نجم تكون نفس الأسباب ونفس النتائج، أما وين يقع الخلاف؟ في تحديد أيهما الرئيسي، أيهما المحدد، أيهما الأهم. أما الأسباب ينجم أي واحد يوصل سينو يولي أي إنسان مؤرخ إذا كان يصب الملمة واللي ثم معناها العنصر هذا موجود، لكن ما يخفيش العنصر اللي حكينا فيه. نتيجة التوتر الشديد بين الاتحاد والحكومة استقال 6 وزراء، قبلهم وقعت إقالة الطاهر بالخوجة اللي هو بعلاقة سياسية وطيدة مع وسيلة بورقيبة. الوزراء هذوما منهم عزوز نصر، محمد الناصر، المنجي الكعلي، الحبيب الشقي إلى آخره. وهذوما استقالوا احتجاجا على ما يعتبرونه الاتجاه المتصلب ضد الاتحاد داخل الحزب الاشتراكي، ما يسمى بالحزب الاشتراكي الدستوري والحكومة. ويتكون الشق الآخر من نويرة الصياح وعبد الله فرحات وزير الدفاع. ويرى البعض أن الحبيب عاشور متحالف مع الشق الطاهر والخوشة ووسيلة بن عمار بورقيبة. يعني كان ما ثماش نضالات في الاتحاد وما ثماش ناس عندها أفكار وما ثماش، يعني ثم صراع سياسي فوقي فقط. وأن ذلك يخفي وجها من أوجه الصراع حول خلافة بورقيبة الرئيس العجوز. ولكن الذين يبالغون في التركيز على هذا العنصر يشرفون كما قلنا في حق عديد المناضلين ضد ديكتاتورية بورقيبة، ولكن أيضا ضد الاستغلال الاقتصادي سواء من داخل الاتحاد أو من خارجه، ثم أوجه استغلال أخرى. لكن موضوع المحاضرة هو الاتحاد. نقطة أخرى رابعة رومانيا أعتقد رأي خاص في الهجوم على الاتحاد يوم 26/1/78 من زاوية تاريخية. إن الحركة النقابية التونسية عامة ورغم الأخطاء تمتاز بنضاليتها ضد الاستعمار المباشر والغير مباشر، كما تمتاز بخاصية أخرى عبر التاريخ وهي وجود قوى بل نفس داخلها يسعى دائما إلى الدفاع عن استقلاليتها عن السلطة الحاكمة، مش مستقلة بالمنطق اللي يقولوا فيه النقابة يجب ينحي عقله السياسي ويدخل الاتحاد، لا، مستقلة عن السلطة الحاكمة، بالتالي هذا ما يفهموش معناها مستقل. برز ذلك مع محمد علي، والتوانسه يجوا مع محمد علي 5 ساعات في التاريخ. الكاريزما تخلي واحد يولي، انا نقول انا نجم ننقد حشاد وننقد محمد علي كمؤرخ. لا، محمد علي النقابه تاعو مش سياسيه، هي اقتصادويه، ولكن الاستعمار كان في دمكم ما يسمحش محمد علي بتجاوز حدود معينه. النقابه الثانيه نتاع القناوي اقتصادويه، بل هي سليله النقابه الاولى، وفيها رفاق محمد علي، لو غير ساعات يعظموا عباد وتختفي ناس. مش ننقصوا كلمة محمد علي، بقسم قناوي ينتمي محمد علي ماهوش لا في الحزب الشيوعي ولا في الحزب الدستوري، ولكن اغلب رفاقه شيوعيين وفيهم انسان. بالنسبه لبقاسم قناوي عضو في الحزب الدستوري الجديد نتاع بورقيبه، ورغم ذلك ضد الهيمنه نتاع الحزب الحاكم، منطق بورقيبه انه يؤمر النقابه وناظر على الاستقلاليه اقصي بقاسم قناوي. ما زلت باش نحكي خاطر برشا ناس مهضومين حقهم، انا كي نتفكرهم بصراحه نحس باقي يقول غصه. كذلك حشاد مع حشاد ولا هو مركز استقلال هذاك علاش اختاروه، يعني الاتحاد ولا عنده دور وطني. نجوا لحسن السعداوي هو في اليوسيتي النقابه الشيوعيه كانت نفس فرحه حشاد. المناضل هذا قبر رغم انه هو النضج نتاعه خلاه انه هم ثم كتاب خرج عليه انه كي ضعف في اليوسيتي هو الاتحاد يسيدي كلاري قال من حل اليوسيتي وادخلوا الاتحاد، الاتحاد هذاك يهم القوميين ويهم اليساريين ويهم الناس الكل، مش صحيح انه يحب الحزب الدستوري يردوا بتاعه. النقابات الشيوعيه مثلا حلت نفسها ودخلت في الاتحاد، هذا بقسم قناوي ازاحوه، محمد علي مات في المنفى، حشاد قتيل، حسن السعداوي مات في أول الخمسينية نتاعو ولا الستينية ما نعرفش يحسبوا، يعني هو مات بعد الانقلاب نتاع الازهر الشريفي الله يرحمه وعبد العزيز العكرمي وجماعة، في ما عنده حتى ذنب، نادوه يبعثوا فيه باب نارة، مات تحت التعذيب في 63 تقريبا في فيفري باش يعملوا سنة في تونس إحياء ذكرى حسن السعداوي، مناضل كبير ياسر هو في الحزب الشيوعي، وزوجته خرجت في مظاهرة وقت حشاد قتل، خرجت في مظاهرة وقت حشاد وقعت في اغتياله، يعني التصفية نتاع التاريخ في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي باش تبقى متواصلة، يعني
يطلقوه، ناس يبينوه وناس ما يبينوهمش. كذلك ما حدث للتليلي، وتعرفوا التليلي كيفاش هجر هذا. واقول هذا رغم زيف بعض قياداتها احيانا كما قلت، مثل ما فعل حبيب عاشور. والحبيب عاشور نحترموه في حاجات واختلفنا معه في حاجات، عندما تهكم على النقابيين اليساريين والطلبه بالقول اذا كان انتم ماركسيست احنا بوديفيست، كنا نسمع بها بالاذاعه. فسرعان ما يتغلب المنادون باستقلاليه المنظمه رغم هذا كله. هذه الحاجه الخاصيه في الاتحاد، وذاك علاش قد ما خلقوا اتحادات اخرى باش تنافسوا باش نعملوا هذاك الاتحاد منظم، اما حاولوا برشا مرات يخلقوا اتحاد جديد يعاودوا بين عام وما نجموش. وانا اعتقد انهم اغبياء قاعدين اللي عملوا الاتحادين الزوز. ثم نوع من الغباء رغم نظامهم السابق يا صاحبي، خاطر يصعب ثم فاكتور هيستوريك في البسيكولوجي السوسيال يصعب باش ينجح اتحاد اخر، يصعب ياسر. قلنا عندما تهكم على النقابيين فسرعان ما يتغلب المنادون باستقلاليه المنظمه عن السلطه، وهذا ما لم يكن يحدث في المنظمات الاخرى كاتحاد الصناعه والتجاره واتحاد الفلاحين واتحاد النساء. جميع الموجودين هنا اللي كبار مش الاطفال، الناس الكل يعرفون اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعه والتجاره واتحاد النساء معناها الخلايا تبع الهجم. هذا فرق جوهري مع الاتحاد. الاتحاد هو ساحه صراع، تو يسبوا فينا يسبوا الاتحاد، هم اكثر ناس فاهمين كسوات سافره قبل ولا رخوجيه تو فاهمين الاتحاد فيه صراع. كمان تو يحاولوا يكتسحوه ولكن يحبوا يروجوا الفكره الاتحاد ما عادش، وكان الناس ما تفهمش. انا اتحاد تحكي انت في وسط اتحادك الناس كل منسجمه يا اخي حزب هو باش ننضبط انا رفيقي في كل حاجه، لا في الاتحاد ثم صراع ثم قوى تغلب، وعاده نتمنوا القوى الثوريه اللي تغلب. ما مش طول عليك. وهذا ما جاب حقد السلطه على الاتحاد عبد في الشغل انه متاصلا في طبيعتها الطبقيه والفاشستيه. راهو عندي ادله حتى حزب الدستور وهذا ما يقولوش عليه كانوا يدربوا في الشباب الدستوري بطرق فاشستيه من باب التاثر، لانه وقتاش انشا الحزب الدستوري عام 34 ووقتها الفاشيه في دنبكها. وذاك علاش عزوز الرباعي كان يريني في الشباب بالشعارات نتاع موسيليني مش نتاع هيك، راهي موجوده اللي ودارسينها بالجامعه، غير الكتب نتاع الساده الجمعيين تتحدث عليها انه ثم الصبغه المولود نتاع بوركيبا الحزبي اصطبغ بصبغه فاشستيه، مانيش نطول فيها تو هذيك. وتلاحظون ان شيئا لم يتغير الى الان، وهو ما يحتم علينا الدفاع على هذه المنظمه الضاربه في عمق ووجدان الشغالين، لان فقدانها يعني بوضوح تحكم رجعيه مقيته في رقابنا جميعا. نحكي على الان ان ضرب الاتحاد يوم 26/1/78 وتنصيب قياده راضخه للحزب الحاكم بالتمام على راسها تيجاني عبيد سيناريو قد يدرب مشاعر التهمه الجديده التي سعت الى الاعتداء على المقر المركزي بتاع الشغل يوم 4 ديسمبر 2000. خاتمه استشرافيه، لان انا ما نؤمنش بالخاتمه الحوسه، خاتمه يلزم لي جو بروفوك سينون زيد. خاتمه استشرافيه. اغلب المتتبعين للشان الاقتصادي والعارفين بابجديات علم الاقتصاد السياسي، وهو مش علم خاص بالاشتراكيين ولا اليساريين، حتى المدرسه الليبراليه والنيو ليبراليه وغيرها. ليبراليه جديده اشتراكيه اشتراكويه 20 يلزم مينيموم. تو الرجل السياسي يعرف مينيموم باش يعرف يكافح على موضوع. يعلمون ان المنوال التنموي الذي اعتمد منذ 1970 هو يعني اساس والباص. المنوال التنموي الحالي الذي اثبت فشله الذريع. انتفاضه الخبز جاء في 84 اللي استشهد فيها رفيقنا فاضل الساسي، انتفاضه الحوض المنجمي 2008 واللي استشهدوا فيها الشهداء اللي تعرفوهم واللي مغبونين التوا وما تلاها. صحيح اننا تقدمنا خطوات عملاقه في مجال امتهان البلاد الى الشركات الاحتكاريه الكبرى والى رواد نادي دافوس الاقتصادي في سويسرا. وصحيح ان الحكام الجدد قد زادوا الطين بل حتى بالصوتيك نتاعهم. وصحيح ان الاتحاد قد تورط في مسايره هذا التمشي من باب محاوله المحافظه على بعض المكاسب. منطق سبب الاتحاد قداش انا عارف اتفاق الشراكه مع اوروبا عملنا عليه ندوات، لكن الاتحاد متعب. الاتحاد فيه قوام ناقصه، مش كل مش الراي في انا ولا في انت في برشا عباد، ولكن النفق مسدود
وكل عاقل يلاحظ أن المنظومة العولمية برمتها متأزمة. دول بنت عبد ربي تحب تبيع صدرك الأولاد، هذا يدل الفشل الهيكلي بتاع المنظومة هذه باينة. ولا حاجة كل عاقل يفهم ولا الناس مفهموا فريق، يستحيل واحد ينكر الشيء هذا. نظام راس مالي العيب فيه موجود، وان المتنفذين في الراس المالي العالمي قد اصبحوا اصحاب ريوع اسمها مسألة الراس ماليه اللي تدعي انتاج. بالعكس كيف قطر دخلت على الخط، قطر واحد تحب هي باش توظف في المصلحه ريوع اسمها انا ناس تعيش على ظهورنا، تعطينا قروض وتمص لنا دمنا ماشي حتى منتج. ريوع ماليه تنهب الشعوب الفقيره بقروض ذات فوائد مجرمه. راي اخر ما موجود في الدراسات هو الحديث على ان الراسماليه تحولت الى ريعيه، حاجه هامه وتناقش بقروض ذات فوائد مجرمه وبدون جدوى efficience économique. وقد أخلت الإيديولوجيا العولمية سامحوني الإيديولوجيا العولمية في صناعة رأي عام، لا، وقد تمكنت الإيديولوجيا، أنا نسمي العولمة إيديولوجيا، خاطر هي العولمة قالت الإيديولوجيا تحت، هو ديجا هذا منطق إيديولوجي، حبت تضرب الإيديولوجيات الكل تدخل في نهاية التاريخ ونهاية الصراع الطبقي والصراع القومي، ما عادش حتى الصراع، تعيش تحت جناح الذبانة الأمريكية وكاو، تعيش لاباس، معناها دعوة إلى الاستسلام. إذا قلنا وقد أدخلت الإيديولوجيا، شنو الإيديولوجيا العولمية في صناعة رأي عام غبي ولو يكون قارئ، يرى في الارتماء في أحضان المحتكرين أحسن وسيلة للنهوض بالبلدان الفقيرة. اللغة اللي ننهضموا فيها في أشرطة الأخبار ديما، يعني الواحد ولا مرونة التشغيل ما يقولكش الطرد تاع مرونة التشغيل فليكسيبيليتي دي ترافاي، لو مو يبو معناها لذيذ، معناها ثم ناس يسمع يطعم الكلام ومش داري شنو. وقد ساعد على تفشي هذه العقلية شيوع الأمية الاقتصادية السياسية. أقول الاقتصادية السياسية علم كامل، الاقتصاد السياسي ما ينجمش واحد يعمل سياسة إذا كان ما عندوش شوية من المسألة دي، وينجم يخالف العباد ولا حاجة. فهل هناك حلول لهذا الوضع المشين؟ في اعتقادي هناك حلول أبرزها ظهور قوى سياسية معتبرة نتمنى أن تتمكن الجبهة الشعبية من ذلك في أسرع وقت، وأن تولي النقابات والأحزاب التقدمية أهمية للتثقيف الاقتصادي والسياسي، لا أن تكتفي بالحراك اليومي والآني، فذلك قطعا لا يكفي. وشكرا. ضد فئات الشعب خاصة الكادحين منهم، بارتباطها أن كانت تمثل مشروع معناها تواصل مشروع الاستعماري الذي كانت مكلفة به مهمة حكومة نظام بورقيبة. والمسار الثاني هو مسار النضال الوطني اللي كانت تقودها القوى الوطنية في تونس في عهد الاستعمار المباشر وإلى حد الاستعمار الجديد، يعني عهد النظام البورقيبي. نذكروا أن حزب الدستور كان حتى في عهد الاستعمار المباشر يحاول الاستيلاء على المنظمات الديمقراطية اللي كانت ناضلة ضد الاستعمار، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ومثل المنظمات النقابية اللي كانت قبل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان يحاول يستولي عليها عن طريق الهادي الويلة ومحمد مزالي. إذا كان نرجع حتى في عهد الاستعمار المباشر كانت الحركة الطلابية ممثلة في صوت طالب الزيتوني، كان يحاولوا يستولوا عليها ويستولوا على استقلالية المنظمة هذه. نفس الشيء بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، حاولوا عديد المرات معناها القضاء على استقلالية المنظمة، وكانوا هم يمثلوا مشروع الموالي للاستعمار، وكانت القوى الوطنية هي الناضل من أجل معناها القضاء على الاستعمار المباشر آنذاك. بالنسبة نذكروا بنضالات القوى الوطنية، نعرفوا اللي اثر سطو بورقيبة على النظام في تونس وعلى الحكم في تونس قام بتقتيل اليوسفيين، آلاف من المواطنين اليوسفيين وقع تقتيلهم في صباط الظلام، ثم تواصلت إلى عام 62 حيث وقع اغتيال قيادات الانتفاضة، انتفاضة 62 اللي قادها رزا العكا في جانفي 63، ثم بعد محاكمة البعثيين في 64، ثم محاكمة المناضلين الماركسيين والبعثيين عام 72، ثم محاولة الاستيلاء على الاتحاد العام التونسي الاتحاد العام لطلبة تونس في فبراير 72، ثم محاكمات الطلبة في السبعينات، معناها السبعينات لحد جانفي 78.
لحد جانفي 78. ونعرفوا ان معناها جانفي 78 كان تتويج نضالات الطبقه العامله والكادحين بصفه عامه ضد هيمنه وديكتاتوريه بورقيبه. كشاهد عيان انا في 24 جانفي كنت في تونس، كنت طالب اخ اخت انذاك في كليه الاداب 9 ابريل. حضرنا نهار 24 جانفي تجمع عمالي امام في ساحه محمد علي، ودخلوا وقت البوب وكذا وفرقوا وضربوا، معناها وقعت قمع التجمع هذا. في نهار 24 رجعنا القفصه كطلبه. نهار 25 انا ومجموعه من الطلبه عملنا 3 لفتات شعارات وقت الحركه الطلابيه. نذكر لفته منهم لان تو 35 سنه نسيت. الشعار الاول هو الخبز والحريه والكرامه الوطنيه، وكنا حضرنا نهار 25 على اساس بيصير اجتماع ونحاول نخرجوا بالشارع ونعملوا مسيره وتظاهره انتصارا لحقوق العمال والفلاحين وضد الدكتاتوريه. وفي يوم 26 جانفي كان تعرفوا الاتحاد كانت فيه ساعه قاعه واحده كبيره، تجمعنا طلبه وعمال وفلاحين ومناضلين وتلامذه كانت حركه تلميذيه قويه، واخرجنا بشعاراتنا. برعنا ان كان الاتحاد محاصر من الجهه الاماميه الاتو من طرف البوليسيه، ومن الخلف ميليشيا موجوده لمن كداس حجر فوق قهوه مرحبا محضرين كداس حجر باش يضربوا بها الاتحاد يجمع الاتحاد. خرجنا احنا، بدات المواجهه قدام الشارع في البلدي في مقر الديمقراطيين تو، معناها المطراك يضربوا في الاتحاد من قدام والحجر الميليشيا تضرب من قدام من بحذا شو اسمه قهوه مرحبا. كروا فر وقع ضرب شو اسمه جمال بوترعه. حاولنا احنا نحاولوا نضرب فيه واحنا نحاولوا نحموه ونخفوا عليه بالحجر. فهمت؟ انا في ال 11 ل 12 وقع اعتداء علي، ضربوا لي ميليشيا بحجره، تحل وجهي هنا وكسروا لي زوز اسنان، وقعدوا فما علي مع ال 11 ل 12 نقلوا لي بعض الرفاق المستشفى الجهوي بقفصه، وقع معنى اسعافي اختنا مغمى علي. وهذا هي معنى شهادتي انا حضرت كان الفتره الصباحيه. وشكرا. احيي المناضلين واحيي الاستاذ زميلي وصديقي مهدي الدالي، وفي الحقيقه نحيي كل موقف ايجابي من التاريخ ويريد باستمرار ان يواكب الفعل الثوري، لأن الثورة أنا قبل ذلك اعتذاري ليك لأن حالة بيني وبين الحضور في الوقت ظرف طارئ جدا وشخص أرجو أن تقبل العذر. الكلام سيكون غير مرتب. أول شيء الشاهد على هذا الموقف وهذه الذكرى وحضوركم الآن، وتكرم الأستاذ المهدي بما تقدم وأنا لم أستمع إليه ولم أحضره، وأنا متأكد أنه يقول كلاما مفيدا للأجيال التي لم تحضر على الأقل، دليل على أن الثورة ليست نقطة على السطر، دليل على أن الثورة كالشهيق والزفير في جسم الحي المتنفس، فهي حركة مستمرة تنتصر وتنكسر ولكنها مستمرة. لا يمكن أن نكون ثوار في لحظة من الزمن، ساعة أو يوم، لا يمكن. هذا مخالف للتاريخ، مخالف للعلم، مخالف للجدل الاجتماعي، مخالف لحقيقة علمية. الثورة استمرار اندمجروات، الثورة استمرار، والثورة تراكم، والثورة تواصل. هذا دليل على أن الثورة ليست نقطة على سطر بل هي سطر. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك كثير من اللغط حول تاريخ تونس من الحركة الوطنية وما بعدها. 26 جانفي 78 لم يأتي من فراغ، لم يأتي ذلك اليوم من فراغ. هناك بولينا عند العرب من المحيط الخليجي ليس في تونس فقط،
اما في تونس اقوى. بولينا بعقل سطحي يتشبث بالظاهر في لحظتها وينسى ما قبله وما بعده. عقل غير جدي. 26 جانفي الى 26 جانفي 78 هناك تراكمات من الاحداث ولا بد ان نربطها ببعض. انا احيي باستمرار العنوان الذي يرفعه اخوتنا رفاقنا الوطنيون الديمقراطيون. التسمية علمية جدا. القضية الوطنية لم تحسب. إذا كل وطني حقيقي، كل ثائر حقيقي لابد أن يكون وطني ديمقراطي. وطني ديمقراطي، التسمية علمية. الخطأ وين؟ إذا نترك الوطنية ونبدأ ننظر في مستوى الديمقراطية. لا تحسم القضية الوطنية ثوريا وندخل في ارتهانات وفي استحقاقات وفي نظام ديمقراطي. ونترك لكموتة الوطن غير محسومة. لابد من الحسم الوطني ثوريا وبعدها الديمقراطية ستكون بشكل من الأشكال مع العلاقة الجذرية بينهما، ليس هناك فصل ميكانيكي. إذا الثورة الوطنية في تونس لم تحسم في 56. هذا منطلق ثقفنا به واحنا صغيرين تماما. يعني وأول ما جاء نظام بورقيبة بسط ببروتوكول 20 مارس 56 نحن نعتبر في قراءتنا طبعا وقراءة الوطنيين والتقدميين والثوريين كلهم أن الخيانة بدأت من 2 مارس 34 والتوجه هذا بدأ من 2 مارس 34 بدليل قطع رأس بعين والحق الطين أعمى من عمك الله. نهار 31 ماي 31 ماي 33 السلطة الفرنسوية تصدر مرسوم يحجر نشاط حزب الثعالبي، يحجره تماما طبعا ويحاسب كل اتباعه ويسجنهم ويلاحقهم وهرب الثعالبي السوري. نحن في 31 نهاية ماي 33 عد 9 شهور ونهارين ينعقد مؤتمر قصر هلال بحماية الجندرمية الفرنسيس. عملها محمد مزالي بعد في الاتحاد، اضرب النقابيين حط عليهم بال من حديد وجيب الشرفاء. هي نسخة من العملية هذه السياسية اللي عملها بورقيبة في مؤتمر قصر هلال. إذا وعملها حبيب عاشور أيضا من بعد مؤتمر صفاقس. التي قاتلوا وفرنسا تقاتل فيه معارك اليوسفيين بالسلاح. قال ها انا حسموها ديمقراطيه يا سيدي. كيف؟ تعالوا يا يوسفيين عندك التاريخ. تعالوا نحسموها ديمقراطيه. انت تجري بسلاحك وفرنسا تطارد فيك والقوميه وراك بنات عمك يعرفوك في المره وبوكيتون هذه معارك حصلت. وفي البارده سعيش وفي رماد الناس يقاتلوا وفرنسا وراهم تقاتل فيهم والقوميه وراهم وحبيب عاشور عمل مؤتمر صفاقس باش يحسمها ديمقراطيه لصالح البورقيبه ولا البنيوسف. مش معقول حبيب انت تجي معروف تقاتل بسلاحك تنتصر فكرتك بالديمقراطيه في مؤتمر صفاقس برعايه الجندرميه الفرنسيس. يعني نحن هذه القراءه لازم تكون واضحه ونثقف على اجيالنا واللي مش مدين عليها. نحن بدينا شياب في المعركه فهمناها في بدايه السبعينات، لكن اولادنا واخوتنا وتلامذتنا ما يدروش على التاريخ هذا. بورقيبه من مؤتمر صفاقس من مؤتمر قصر هلال 2 مارس 34 وهو محذي في دين فرنسا حتى وين يوصل 56. الحركه الوطنيه لم تحسن، لم تنجز. كمل خويك بقتلان السي صالح بن يوسف الشهيد صالح بن يوسف في المانيا 61. هي قال لازم ثم جماعه ما زالوا على فكره صالح بن يوسف وتوشويشه وهو يسميها مؤامره حق. وساقول كلام خطير الان اخطر ما تتصور مش مكتوب. اي واحد هاي لم تل يضر لم في الجيش وفي غير الجيش واللي مقاومين والثوار من فيه عرق ينبض بالوطنيه اللحقوا لصالح بن يوسف. وهذا ما حصل بمؤامره 62 وعدم الشهداء وسجن المشاركون وانتم تعرفون القصه.
المحكومين في 62 وقع دائما في 63 محاكمه دامت حوالي شهر. يعني انا نقرا محمد صغير لدب وذكرت له في وفاه الشهيد شقيقه عبد العزيز العقلي ما هبط شيء. يدرسني سنه ثانيه ابتدائي وكان يتابع في المحاكمه برديون يحطه في الخزنه بتاع القسم في الشيء. يعني نعقل وقع القضاء على النفس الوطني وخلال موقف البرقابه بالكامل للتاريخ وديكتاتورية بورقيبة الحقيقية من 62 إلى 73 بدأ الكورب بتاع الانهيار بتاع بورقيبة حتى على المستوى الشخصي من 73. شو اللي حصل في بداية السبعينات؟ حصلت تفاعلات كبيرة جدا. أول شيء أن في شعارات تزلزل عرش بورقيبة، لأن بورقيبة الوحيد في الوطن العربي اللي عمل كونتر بوا ضد عبد الناصر. هذه لازم الناس تفهم. هو الإقليمية الرجعية والعمالة المؤدلجة. الشعارات الناصرية بدأت تدق قصر قرطاج خلطة تونس وتكون جبهة قومية تقدمية لتحرير تونس في 72 وتكون بالتزامن معها بالبوليزاريو لتحرير الصحراء كانوا يسموها الصحراء الإسبانية. الإسبان كانوا يحتلوا قد المغرب أرض يسموها الصحراء الإسبانية. إذن ووصل أولاد الفقراء والدعاء واللي في الأرياف في الصحاري كيف يناول في خيمة في السماء. وصلت الناس قبل الأكبر مني شوي وصلت للجامعة. انقلاب على الطلبة المؤسسات الجماهيرية سموها بورقيبة مدرج ياسر كلها تحت يدين الحزب الدستوري. شو اسمه تاع المعاهد شباب سمعت في الدري الصغيرين باش يكونوا لازم الدستور يظل في التعليم حتى ان شاء الله في الابتدائي. كل شيء اول ظاهره فكريه راهو 71 ماهوش 72 مؤتمر قرب وصلت الناس اولاد الفقراء الكادحين ما يعرفوش الحركه الطلابيه في قربه مؤتمر قربه قوه 71 اول مره باش يخرج ناس على هيمنه حزب الدستور من الطلبه و داهمهم البوليس فرض عليهم قياده فانتوش من غير انتخابات الديمقراطية بس الديمقراطية ما هيش قضية خطية سياسية مع العلم أن التيار أن الماركسيين في تونس كان فقط قبل 62 كان فقط حزب الشيوعي وكانوا الإخوة اللي عاصرناهم الرفاق يتهمونه باتهامات كثيرة. من بعد تعطي الجروب ماركسيست من بعد يولي حركة أفاق من بعد تولي العمل التونسي وتتطور العمل التونسي للأمام إلى الشعلة إلى آخره كلها بداية السبعينات. هذا تاريخ آخر مش نعمل فيه محاضرات تو. إذن في ال 71 وصل الناس إلى ضرورة الديمقراطية في اتحاد الطلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة. سيطر عليهم البوليس وعملوا بيتيسيون فيها 105 امضاء عريضة وفيها حتى اسمها يعني مش متواسرة ديمقراطية فيها مغاربة مثلا طلاب وقالوا المؤتمر ما ينجزش اشغال وينجز فيه بعد 6 شهور. هذاك من تجي حركة فيبري 72 حركة فيبري 72 هذا أول ظاهرة. علاش احنا ديما نذكر الحركة الطلابية نحس بشعيرة في الجسم لأن عندي أنا أول ظاهرة نبيلة ثورية تقدمية هي حركة الطلابية المجيدة في السبعينات في تونس. هذه لازم الإنسان يعي بها ويعرفها. وكانت البودقة الجدلية النضالية اللي فيها كثير من الإبداع الثوري والفكري هذا التطور. نحن بدينا في 72 جو الطلبة باش يعملوا مؤتمر ما حصل اللي حصل. القصة معروفة هذه مشهورة حتى في الجرايد وضرب البوليس دقدقهم وهز للسجون وهز للجيش
وبدا نشا من ساعتها. هذيك كانت بيير انجولار للنضال الطلابي. هذا التطور بدا فيه ضغط من جهه العمال الذين فقروا وهم شو انا في المضيله ولا فايده في ذاك كان وقتها خير الدين بوصلاح هو رئيس هو شو اسمه كاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصه خير الدين بوصلاح في اجتماع وفيه العمال كلهم واقف بوذاني هذوما الزوز نسمع بيتكلم باللغه هذه بس عارف الصوره. قالوا يا سيد الوالي يا سيد الوالي ما تخافش علينا احنا هنا نحن رانا ما نجوعوش اراهم يروح العامل بالله الذي لا اله كان حرفيا كيما انا حاضر طالب وحاضر الاجتماع هذا. قالوا كي يروح الدار ما عندوش ما ياكل انا نقول ما ولدي نتعشى شنو العشاء؟ هاي صف هاي يقولوا يحيى بورقيبه وصفقه البشريه من اقصاها لاقصاها على الكلمه فيا لمضي احدى البلديه تجمع كبير جدا عمال يعني هذا عقليه بشنو مش معناها بورقيبه ثم صغير كيما بدات نشوف فيهم ربي يطول على الناس الكل كانوا يتصوروا انه هو اللي خلق الدنيا والوطن. يعني هذه الثقافه اللي كانت موجوده يا ناس اراها مش كي تو ما كانوش كما اللي خلقوا حتى اللي بعدنا ب 10 15 سنه ما يتصوروهاش كما هي. بورقيبه كانت تتصور الناس في نشأتها في تربيتها انه هو اللي خلقها الدنيا والشمس والقمر والخط كل شيء بورقيبه كل شيء بورقيبه. يعني واحد يقول حتى التناضل والتكافؤ وكذا بورقيبه ما عليه كلام واجهات رجال فقط وقال لازم تديك ركبه بورقيبه وهذا ما عدمكم وهذا مش شهداء ما يتنجلوش العصابه الفيسبوكيه اللي جايه من وراء البحر وتقول ايام الجمر وين 10 ايام الجمر؟ اعطوني شهيد واحد خواج اعطوني شهيد واحد خواجي في تاريخ تونس ما فيش ولا شهيد واحد واجهوا بورقيبه رجال برصاص وعدمهم. هذه هي حركه التاريخ في تونس. طور الموقف هذا كنا في الجامعه النادي بخروج الاتحاد العام التونسي للشغل من هيمنه الدستور لعلمكم رفعنا شعار عاشور يا دجال يا خاين للعمال قبل 26 جانفي 78. ليش؟ لان عاشور الى ذلك الوقت ما زال عضو اللجنه المركزيه للحزب الدستوري الحاكم ولذلك الوقت ما زال عضو في البرلمان. او التاريخ تو واحد يجي يلمع عليه في الدنيا وكيما وتحت ضغط العمال والناس المسيسين اللي وصلوا للاتحاد العام التونسي للشغل والثوريين في الاتحاد العام التونسي للشغل وضغط الحركه الطلابيه المجيده. استقال عاشور من اللجنه المركزيه للحزب واستقال من الحزب الدستوري اصلا ومن الديوان السياسي وخرج من كان عضو في مجلس يسميه بورقيبه مجلس الامه. هذه حقائق للتاريخ. عندها صار الصراع وفق معادلة دولية معروفة مانيش نحب نطولها باش ما نخرج من وقت ثم يولي الكلام كانوا في جهة معينة. لا لأن تونس ساعتها كيف يشبه بالرجل المريض بدا فيها الجزائر حقيقة هكا تقول راهو بجاري الحيوي وجبهة قومية تقدمية مترصدة هناك وأرسل في البوليزاريو يضرب في خشم الصباح حتى لو طردها واستحوذ عليها الملك المغربي بمؤامرة معروفة من اتفاق مدريد. إذا بدا فيه نوع من السباق وتسارعت الامور بسرعه ما وصلنا ل 77 وبيع القضيه الوطنيه جمله وتفصيلا عن طريق السادات الا والناس قالت تونس لانه معروف في ذلك الوقت المثقفين المعلمين الساده الناس المهتمين بالسياسه المناضلين معروف ان العرش البورقيبي والعرش المغربي والعرش الاردني والعرش السعودي كانوا مع عرفات مع السادات وهذه حقيقه تاريخيه كشفت من بعض كتبتهم كان معروف هذا الكلام. المناضلين كانوا عارفين ان بورقيبه منخرط ساداتيا في بيع القضيه الوطنيه المركزيه فلسطين ولذلك بدا التراكم بدا فيه تناغم معين جزائري تونسي ليبي للإجهاز على هذا النظام نظام بورقيبه. تعمل التراكم هذا حتى لنوصلنا إلى الإضراب العام 26 وعوامل الاجتماعية زادت. طبعا العوامل الاجتماعية متأكدة موجودة يعني الشعب راهو تعاسفنا كبيرة جدا في ذلك الوقت رغم الاسعار كانت لا تقارن. تعرفوا في ذلك الوقت نركبوا من قفصه لتونس ب 4000 يعني في 74 انا في الجامعه التونسيه نركبوا من قفصه
تونس ب 4000 تو كده شركوا مش عارف. يعني وقتها سالم كان يتكلم قال في الحركه الطلابيه الطلاب يعيشوا بنص باقات وبهاك الباك الحليب المثلث هذاك يتشاركوا فيه مرات 3 طلاب. يعني عشنا لو كان صارت الاولاد يقرا تو راهم يبيعوا فيه في الاسواق ما يطلعوش مناضلين راهم يبيعوا فيه في السوق والواحد ما كرمته هات تعطيني ثمن. عشنا ايام حرف ما تعرفهاش العباد. الطالب الدوز بتاعه 3 وجب بلا ماكل عادي 3 ايام بلا ماكل عادي 4 طلاب تلاقوا في البلاطو. يعني عشناها الايام هذه نحن. هذه الايام اللي جابت 26 جافي كي جاء 26 جافي كان يضرب عام ما كانش طالبين حل الاتحاد العام للتسويق الشغل. في حسابات واتهمت لي بان زودت عشر بالفلوس وكذا وهذا الصراع اللي فيه عوامل خارجيه. لكن الحقيقه ان الاتحاد العام القياده المركزيه عندما خرج عاشور وخذوا قرار انه ما يكونش فيه واحد في المركزيه النقابيه وحاط دقيقتين ب4 كي جلم رجل في الاتحاد ورجل في السلطه السياسيه قالوا يزاهد هي اداريه وطنيه قررت هذا القرار مرق منها عاشور ديريكت ومشى انسحب بالاعلان للاعلام العالمي انسحب من اللجنه المركزيه للحزب ومن الديوان السياسي ومن البرلمان مجلس الامه. فتحت على الطلاب على الحركه الطلابيه وعلى الحركه العماليه اذاعات تونس وجرايد تونس واللي تو برشا نشوفوا فيهم ومناضلين حسب الواحد سبونا لساناتهم طولها قدك ليه الناس كنت ترجع برك للوثائق الجرايد تو تشوفوا ولا تلمع في وجوهها ووالد الشياب الكبار اللي هم تو وطنيين هاي قدنا الثوره تو تشوفوا لساناتهم في جلد الوطنيين والثوريين والنقابيين والطلاب تو تشوفوهم بالاسماء مقالاتهم وتصريحات وخطبهم وهمهم الازرق تو تعرفوهم. الخوارج على مكتبهم كانوا ضد. انا شاهد على التاريخ. كانوا ضد مع العلم انه ما كانش موجودين قوه. كان موجوده اصوات تعبر على وجه التضرر يضحكوا عليها ومرات يجيبوا واحد مكتبها هكا يتكلم خطرك عليك الله. باسم الاتجاه الاسلامي هذا اللي كان موجود راهو. من نشاهم هم اصلا. كما شفت الاجتماعات سوق البركه مع محمد الصياح. راسا محمد الصياح. يعني جات الاحداث جاء 26 جافي وشخصيا كنت في قفصه فعلا. جيت لان الموقف كان ينذر بكثير من الاشياء قلنا كل واحد المهم ظروفي جت القفصه. خويا سالم ممكن ما شاهد هو اما المظاهره ما كانش في الاتحاد. الاول اللي ذكروا شاي بدات بين قوات الامن والناس اللي جايه للاتحاد من القصر من لاله من الصباط بدات لي ذكروا شاي في الجسر قبل ما توصل ما تكون هنا. ضرب اللي ذكروا شاي بين قوات الامن والمواطنين. المواطنين جاي للسوق ما تقدرش تقول وين ماشيين اما جاي باحجام حاجين على رجلينا من لاله مثلا المرجعنا نشوفها. الضرب بدا في القصر وخلطنا لهنا نلقاو مازال ما بداش الضرب والناس طلعت على الرقوبه ونجت من هيك الناس كنت على البلاد الناس كنت على البر وجت مظاهره من حي النور. يمكن هي كانت في البدايه مظاهره لكن بعد شتت كي خلطنا الاتحاد. انا واحد من الناس ما دخلتش الاتحاد لان لقاه الناس برا الاتحاد كان دار صغير كان هكا وحده صغير 11 حشيشين شو اسمه ليش تنصير هي الحجر راهو فوق ليش تنصير مش فوق من ما ملاصقين في بعض. اي الحجر في ليش تنصير ويطلعوا فيه من ليش تنصير للفوق صحيح وقادر بهذا الشكل. الرقبه اللي تحت هي شريت والبتراع اللي في جمال. انا شخصيا والله ما نعرف اما تقريبا كوافل اما تضرب في من بعد استخدم الرصاص. اي جا الجيش استخدم الرصاص بتاع الجيش وبدأ حضر جولان والمشهد العنيف والقوي جدا والمؤثر والمركزي هو في النقابه المركزيه والاتحاد. دخلوا لهم للمقر الاتحاد
وجايبين من عندهم حاجات قالوا هم جابوها النقابيين وبنوا القضيه على هذا الاساس. وكانوا كل اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل بكلهم موقف في حاله ايقاف الكل. وكانت القضيه على مدار محكمه امن الدوله برئاسه زمان. ودخل تونس في حظر جولان من الستة متاع العشية إلى 6 متاع الصباح أو 5 متاع الصباح. هذه هي. وكانت محطة نوعية. الخلاف بقى قائم على قداش من شهيد سقط الى يومنا هذا الحقيقه. الارقام المقدمه فيها مخالفات كبيره، ثم ناس تحط بالالاف، وانا في تقديري حسب ما عشت في الضرب ما فيش لا الاف ولا ممكن حتى 100 الاعداد اللي طاحت في النهار 26. وهذا ما ثم حاجه يقول فيها هذه الجمهور نسيت ما قلتهاش، الملفت للنظر وقت جيت الارجنتين الفريق الوطني بعد فتره احنا تصدمنا كتلامذه في الباك ومنخرطين بالعمل السياسي. تنسد ضربه واحده البلاد في حذر معناها جولان وناس ولت بعد كي جت الكوره تمسحت ضربه واحده حبيت تجبدها لا، ورغم انا لعبت الرياضه في الملعب الرياضي كفس، لكن معناها التجيش هذاك والبرامج اللي عملوها والحماس للفريق الوطني بعد الناس على ارواح تحت اولادهم تحت نسوها ضربه واحده وبط الشعب في المظاهرات. القمع ما يقول القمع رهبه الناس ومن بعد القمع بها انا مسؤول الكوره الناس ولد شايفه ذريتها ويركع انا شاكر فضلك. هو طبعا